يا صباح الفل، يا صباح السعادة على احلى اصحاب واحلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال دايما يا رب. وحشاني جدا جدا جدا. لو انت اول مرة تشوفي قناتي متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو، دعوة حلوة بين قلبك لاختك سومة حبيبة قلبك. يلا بينا نبدأ الفيديو حبايب قلبي. هنا في البداية كده انا عملت له كوباية شاي وقلت ايه اشرب كده انا كوباية شاي قبل ما افطر، قبل ما اعمل اي حاجة. النهاردة يومنا كده بالصلاة على النبي طويل 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 خالص. النهاردة بقى طبعا انا اشتريت شوية مشتريات كده على قدي، كانوا دولت 3 كوبايات على فكرة. بس انا ايه، انا كنت خدت مج وحبيت اشرب فيه الشاي حبيت اجربه. فالمهم هنا جبت الجردل الصغنن ده، قلت احطه في الارج. علشان ما عنديش، والعيال اللي بيقعدوا يرموا ورق والكلام ده، فحبيت ان انا اجيبه تمام. واشتريت هنا 3 اطقم تلاجة على بعض كده، واشتريت مكرونة ولسان عصفور وشعرية وسكر ومرقة دجاج وجبنة وكيس مكرونة صغير. فحبيت ان انا انزل اشتري شوية حاجات كده كانت ناقصاني، حبيت اجيبهم. وجبت هنا مكرونة سباكيتا اللي انا بعشقها طبعا، احلى مكرونة بحبها. وجبت ايه تاني يا بنتي يا سوما؟ لا هم دول كفايه قوي دول اللي انا ابتديت اللي انا ايه انزل اشتريهم يعني. تعالوا بقى على الجوله كده على السريع على طول على الشقه. إيه، الشقه هنا كانت متبهدله جدا جدا جدا، وحظي ان الكهرباء قطعت عليا يعني في نص الروتين كده. الكهرباء قطعت، حتى تلاقوا التصوير كان مظلم شويه، بس نور ربنا طبعا كان محوطني من كل حته وداخل في الشقه يعني ومنور لي الشقه. آه، الشقة هنا كانت متبهدلة جدا حرفيا. بس النهاردة طبعا طبعا هنفرش بقى ايه حاجات الشتاء وكده. وطلعت الدفايات والبطاطين بتاعت الشتاء. وهنا هنا ده العلاج بتاعي. أنا متابعة مع دكتور مخ وأعصاب، فكنت تعبانة شوية بسبب طبعا محمد ورحيم، لازم امشي مع دكتور مخ واعصاب. والحمد لله يعني على كل حال، وكل اللي يجيب ربنا حلو الحمد لله. هنا منظر المطبخ كان شكله معفن قوي كان شكله وحش. فطبعا واوضه النوم انا قلت اول حاجه ابدا فيها اوضه النوم. هنا بقى انا كنت جايبه شوكولاته اكمن، انا كل اليوم النهارده طويل 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 طويل. فالمهم ايه، انا قلت إيه كل ما اجي اعمل حاجه لازم اكل حاجه مسكره، مش عارفه دي طبيعتي، مش عارفه ليه، قولوا لي ليه يا جماعه. المهم كده خلصت الشوكولاته وبقول لكم كده خلصتها. هنا بقى بشيل الملايه، وقلت بقى اطلع بقى إيه ملايه حلوه كده ودفايه تايجر كده جميله. وقلت بقى نفرش السرير. وقلت على فكره انا مش حابه السرير مكانه هنا، هشيله. وطبعا بقى الستار الشتوي بقى طلعتها كمان التقيله ديت، قلت ادفي الشقه انا اسفه. الشقة هنا كانت من الشقة بتاعتي واسعة، فبتبقى تلج يعني في الشتاء شتاء وفي الصيف صيف. بصراحة مش عارفة ليه، بس بيبقى نفسي بقى في الصيف اجيب تكييف، نفسي ونور عيني اجيب تكييف بصراحة. والله يعني دي الحاجة الوحيدة اللي انا نفسي فيها في الصيف بجد. يعني هينقذنا قوي قوي قوي، هينقذ عيالي. احنا هنا بنيجي في الصيف بنتبهدل جدا جدا، حم النيل حم النيل. اولادي بيتبهدلوا جسمهم كله، جسمهم كله حرفيا. و... وبيبقوا متبهدلين جدا، ووشهم بيبقى شكلهم متبهدل قوي. ما بتقوش الحر اصلا. والله يعني اكترية الوقت بيناموا على السيراميك من غير فرش ومن غير اي حاجه. بيحبوا يناموا على السيراميك على الارض، مش طايقين حتى المرات بتبقى سخنه والحنفيات وكل حاجه. المهم بقى هنا السرير بتاعنا اهوت. عملته دي الستاير دي اللي كانت فاكرينها. الستاير ديت تقيلة جدا وحلوة قوي قوي. حبيت ان انا اجيب برضو شوكولاتة واكلها، واقول لكم هنا اتفضلوا معايا هنا بقى بوريكم شكل الشوكولاتة عاملة ازاي، محشية من جوا، وبصوا تحفة. مش عارفة دي خصلة فيا. قلت بقى بدل ما اطبق اللحاف واحطه هنا، احطه في البلكونة. حطيته في البلكونه، هبقى اوريهولكوا برضو مع البطاطين كلها. هنا كان عندي غسيل مرمى على الارض زي ما انتم شايفين كده. والاوضه كانت متبهدله اول ان انا كنت جايه من عند ماما، وكنت جايه بالليل يعني امبارح بالليل. وكنت حاطه الحاجات دي كلها على بعضها كده، قلت الصبح بقى ابقى اظبط الدنيا معاكم وكده.
انتوا عارفين ان انا مقدرش اعمل حاجه من غيركم طبعا. هنا بنضف التسريحه بقى واحده واحده كده، بشيل الهدوم والكراكيب اللي عليها ديت. منظر التسريحه انا مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده. المهم المهم هنا انا مش عارفه انا كل شويه اضحك ليه. انا بضحك على المنظر والله، انا محروجه منكم، بس اتمنى انا وعداكم طبعا وانا قد وعدي ان انا ما اعملش حاجه غير بيكم يعني. انا بقى قلت امسح التسريحه كده، كانت متطربه والتسريحه كانت بايظه خالص. وعلى فكره يا جماعه، طول ما انا شغاله والله عماله بسمي الله واصلي على الرسول كتير، وبقول اذكار الصباح كتير جدا جدا جدا. وطبعا انا هنا انا كل شويه خايفه ان انا وشي يجي في الكاميرا، مش عارفه ليه. وعماله في السريع في السريع كده. ان المصحف برضو كان عليه تراب جدا، مش عارفه يعني احنا في الشتاء وبيجيله تراب، مش عارفه ليه. المهم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى قلت امسح التسريحه، الخشب برضو كان متطرب، قلت المعه كده وارص بقى الحاجه زي ما كانت تمام. على فكره يا جماعه، انا كنت تعبت جدا 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 النهارده، والله تعبت قوي قوي كمان. والله مع ان كمان يعني انا كنت شغاله ويعني بروق وكده، فلقيت الكهرباء قطعت. هنا بقى قلت حبيت ادلع التسريحه سنه، ما ادلعهاش قوي قوي، ادلعها سنه كده يعني. حطيت اي شادو، قصدي البلاشر، والفرشه بتاعته دي حاجه زياده حطيتها يعني النهارده. هنا المفرش ده كان فيه فتل فتل كده، كانت شكلها رخمه قوي، قلت ايه اقصها، شكلها ما كانش لطيف يعني. ايه كده شكلها اتعدل. ادي كده التسريحه بتاعتنا خلصتها. نيجي بقى للغسيل هنا. اطبق الغسيل. قلت بقى اطبق انا اكتر حاجه بكرهها في الغسيل هدوم العيال. هي اكتر حاجه في الغسيل هدوم العيال، مش عارفه ما بتخلصش ابدا، والغسيل ده ما بيخلصش ابدا يعني. انا بكلمكم والله برضو حالا و... والغساله عندي يعني السبت عندي اتملى ربعه كده من هدوم العيال برضو. قلت احطهم في الدور يلا في الغساله، مع ان انا كنت لسه غاسله طبعا من الستائر اللي انا شلتها والملايات اللي انا شلتها دي. اللهم صل على النبي. هنا بقى بطبق هنا هدوم رحيم ومحمد. على فكره بيبقوا نفسهم يطلعوا في الكاميرا والله قوي. هنا طبقت الهدوم اهيت وهرصها بقى في الدولاب. هنا بقى قلت انا عايزه اشيل الكومودينو ده من هنا كده. البتاعه دي الخربانه ديت مني، ما عنديش غيرها. ما عنديش غيرها والله. نفسي اجيب لي واحده من اللي طالعه جديده دي، بس غاليه. مش عارفه تعمل لها تقريبا 400 جنيه او 500 جنيه، غاليه. قلت لما ربنا يفرجها بقى وربنا يسهل الحال كده ان شاء الله، ابقى اجيب واحده حلوه باذن الله. بصوا مميله ازاي، زعلان. المهم يعني الحمد لله على اللي احنا فيه يعني. الناس تانية والله ما لاقيه حاجه، نحمد ربنا على اللي احنا فيه يعني. الحمد لله، الشكر لله رب العالمين. هنا بقى اللي جبت كده من تحت الكومودينو ومن ورا السرير الحته الصغيره ديت كانت فيها تراب كتير جدا، قمت كنساها. واكنس برضو المشايه دي كده واشيلها. شيلي يا سوما، شيلي شيلي شيلي، ده انت هيطلع عينك، شيلي. انا مش عارفه هفضل لحد امتى اشيل. شلت هنا المشايه بقى، وقمت حطها بره في الصاله كده، رميتها بره كده. قلت اكنس الارضيه كده عشان انا هجيب السرير ده كده يعني، مش هخليه لازق في هنا الباسكت برضو كان فيه زباله، شلت الكيسه بحالها وجبت بتاعت الكرسي بتاعت التسريحه. بقول لكم بقى صحيح السرير انا مش عايزاه جنب الحيطه، عشان الستاير لما باجي افرش السرير بتضايقني يعني. صوابعي كده بتوجعني، بفضل احشر في صوابعي كده جنب الحيطه والستاير بتقع وكده. فانا هجيب السرير ده تاخره شويه كده يعني، يمت مكان الكومودينو كده يعني. فهنا هوت بجرجر فيه وبزق فيه واحده واحده على مهلي، من هنا شويه ومن هنا شويه، من هنا شويه ومن هنا شويه. يعني مش هيبقى في فرق كبير يعني من عند الشباك كده، ما فيش فرق كبير ولا حاجه، هو فرق صغير. فرصة بقى العيال في المدرسة، رايحين في المدرسة ورايحين في الحضانة، وبيجوا الساعة 12:30 كده، 1:45 بيبقوا هنا. فانا بستغل الوقت ده بصراحة، بستغله ان هما مبيبقوش مش موجودين معايا فيه،
وابدا بقى اظبط الدنيا. دي المسافه. شفتوا الكرتونه اللي على الارض دي من تحت السرير، ما قلت بقى انا مش هقدر اشيل المرتبه لوحدي ولا السرير، ولسه مولل ولسه موال ازرق، فطبعا ما قلت ايه مش هقدر اشيل. هنا بقى دي اللي شايفين قد ايه زباله طالعه من الاوضه، يا نهار ابيض. امال انا لو ما كنتش بنضف كل يوم كان ايه اللي هيحصل؟ مش عارفه. هنا بقى التسريحه كانت لازقه في الباب قوي، والكومودينو مش هيقفل الباب، فقلت اتاخر ايه التسريحه جنب الدولاب قوي كده، لزقتها في الدولاب جدا. قلت بقى هكنس بقى من تحتها كده، كان في برضو وساخه كتير. قلت امسح بالشرشوبه برضو قبل ما انقل الكومودينو، قلت احط الكومودينو هنا. بس برضو بعد ما نقلته الباب بيخبط في الكومودينو رخم اوي، وانا عيالي ما شاء الله لما بيدخلهم بيقوموا رازعين الباب في الحاجه. حتى بصوا التسريحه إيه من اليمه اليمين كده، تحسوا ان هي بصوا متخربشه، بيقشروا كل حاجه، حتى العفش بيقشروه. انا كل اللي عاجبني واللي ضحكني اكتر في الفيديو ومحروقه منكم والله الاباجوره المعوجه دي. المهم هنا جبت بقى كيسه نضيفه كده للباسكت، قلت بقى امسح الارضيه كده كويس عشان بقى نفرشها بقى ونخلص كده الاوضه بتاعتنا اللي احنا بقالنا ساعه فيها دي. بصوا الستاره ركبتها اهو، وقع برضو من يمه التانية، بس ما مش طايله اللي انا اعملها يعني. هنا بقى فرشت الفرش اهوت، والأوضة كده خلصت معانا. قلت بقى فشافيشو بالمعطر بتاعنا الجميل ده كده. الأوضة بقت مية مية وريحتها بقت تحفة. هنا بقى نخش بقى أوضة الكراكيب بتاعت الأطفال بتاعتهم. الأوضة متبهدلة جدا حرفيا. قلت بقى أغير الملايات دي أشيلها، والبطاطين دي أنفضها كده، وأقول ايه أطلعها في الشمس في البلكونة. طلعت البطاطين جنب اللحاف اهو ماشي. قلت بقى احل بق كمان مره، جبت شوكولاته وقمت واكلاها. مش عارفه ايه الخصله اللي فيا دي، لازم وانا شغاله لازم اكل حاجه مسكره، اعمل حاجه واكل حاجه مسكره، اعمل حاجه واكل حاجه مسكره. مش عارفه ليه، هو حد بيعمل زي كده ولا انا الوحيد اللي كده؟ المهم نفضت بقى السرير كده، كانوا فرافيت كيكه على فرافيت شيبسي على بسكوت على اي حاجه هيصه كده. وهنا برضو قلت اشيل شوية، كان في شوية حاجات كده على السرير برضو قلت اشيلها. والملاية الأوضة بتاعتهم دي كانت متبهدلة قوي، بس تشوفوا بقى في الاخر النهاية كده تحفة. والله العظيم عملت فيها نظام اول مرة اعمله. قلت بقى ده في الشقة بقى يا ولاد، ده الجو تلج، الجو يعني ما فيش شتا ولا حاجة، بس احنا خلاص دخلنا على الشتا يعني، بس الدنيا هنا بتبقى تلج تلج تلج. نفسي ادفي الشقه دي بس مش عارفه اعمل لها ايه تاني، مع ان والله اللي انا فرشاها كلها سجاد، كلها سجاد. قلت اشيل هنا بقى المرتبه واحط الايه شنطه الهدوم اللي في الدولاب دي احطها تحت السرير. تمام. وارص الملل كده. انا اسفه ان انا طلعت في الكاميرا، مش عارفه انا. المهم جيت هنا بقى كده، قمت منزله المرتبه، قلت افرش السرير. هنا بقى لو كنت اقول ايه، اللهم صل على النبي انا نسيت ماشي. المهم ما علينا يعني. انا فرشت على فكره، انا حكايه النسيان ده عندي بقت فظيعه، انا مش عارفه ليه انا بقيت بنسى قوي كده، بجد والله العظيم بقيت بنسى جدا. ايه رايك بقى في الدفايه القمر دي؟ هم؟ انا لسه شارياها على فكره، يعني ما كانتش مركونه عندي ولا حاجه، ده جديده. امم إيه... هي البطاطين على فكره، واخدين بالكم البطاطين لسه في البلكونه، يعني عشان محدش يقول لي ايه فين البطاطين. قلت لكم البطاطين في البلكونه. هنا بقى افرش بقى الدفاية التانية كده قصاد السرير التاني. بس بصراحة كانوا جمال قوي، وحسيت ان الشقة دفيت سيكة، ما دفيتش قوي قوي يعني برضو. مش عارفة اعمل ايه. المفروض في الشقة بتاعتي ديت في كل حتة لازم دفاية بالكهرباء، دفاية بالكهرباء. وانا طبعا انا مش هقدر ان انا اجيب كل حتة. بصوا هنا برضو جبت شوكولاتاية وقلت اكلها برضو. انا اكلت كيلو شوكولاتة، متخيلين؟ كيلو شوكولاتة لحد ما اسناني دي اتدمرت، سناني اتدمرت. والله مش عارفه، مع ان انا لسه صغيره في السن يعني، مش عارفه يعني اشيل ضروسي واسناني دي دلوقتي.
فانا سايباها بكشف وباخد علاج وخلاص، بكشف وباخد علاج. هنا بقى قلت بقى اكنس ايدي كنسة حلوة كده ما بين السراير. على فكرة انا هنا هشيل الكومودينو ده، تمام. هقول لكم بقى انا هعمل ايه. هشيل الكومودينو ده كده، تمام. كان من وراه كان مبهدل جدا جدا، ما كنتش بعمل من وراه على طول على فكرة بصراحة، يعني من كل ترويقة، عشان ايه كان بيطلع بصعوبة ما بين السراير وكده. والفتحة اللي ورا السرير دي برضو كانت فيها زبالة جدا، وطلعت منها السماعة والسلوك دي تيالي كانوا رامينها من ورا السرير، بس انا ما كنتش بعرف اجيبها. وجوزي كل ما اقوله يقول لي حاضر ماشي حاضر ماشي، وبيكسل. هنا بقى كان فيه حتة كده معصلجة معايا في التسييق، قلت والله هطلعك يعني هطلعك. فانا بحب اما اجي اعمل حاجة اعملها بذمة. قمت بقى ايه مسح الارضية كويس كده. بصوا بقى هنا انا بعمل ايه. بجيب هنا السرير اللي جنب الحيطة اللي وراه فراغ فاضي ده اللي كانوا موقعين في السماعة والكلام ده، قلت والله ما انا عاملة طرقة واسعة. ايه يعني اضايق الطرقة؟ يعني ايه يعني الكومودينو ما يتحطش مكانه؟ ما جراش حاجة. قلت والله لازم اغير نظام الأوضة. قمت جايبه السرير كده من ورا العمود، وقمت لازقاه في قلب الجدار يبقى قصاد التاني بالظبط، والكومودينو مش هيتحط قصاد دي الزباله اللي طلعت من الاوضه، تمام. هنا الكومودينو بقى بتاع الكمبيوتر ده، كان الكمبيوتر كان متعفر جدا وكده. قلت امسحه كده والمعه وانضفه كده عشان التراب ده، انا بكره التراب ده قوي، بكره التراب ده جدا. المهم ايه، هنا كنت بمسحه بقى كده وخلاص، مسحته ونضفته اهو، تمام كده. انا عماله اخلص والوقت بيجري ورايا، عماله اقول يا رب استرها يا رب، يا رب استرها يا رب. هنا بقى كانت هنا اوضه الاطفال طبعا كانت خلصت، خلصتها. قلت بقى اجي هنا ايه في في الريسبشن، كان مليان تراب حرفيا، تمام. كنسته كده. وكنت هنا معلقه طبعا الستاير، علقت الستاير الشتوي. كانت الستاير هنا كانت ستاير الشيفون بس اللي كانت متعلقة، مش الستاير التقيلة دي، تمام. قلت بقى هنا العيال قربوا يجوا بصراحة، فقلت ما فيش وقت ان انا اشيل ايه الحافظة والسجادة، واشيلهم واشيل السجادة اللي في الصالة كمان. لقيت بصراحة الوقت قرب والعيال قربوا يجوا، فهم بقوا عايزين جايين جعانين، ولسه ما انا ما عملتش غدا. فانا بجري والوقت بيجري ورايا والله العظيم. ده اللي آه، هنا بقى بجيب الترابيزه ايه بتاخرها شويه كده عشان امسح الحته الفاضيه اللي ورا دي. هنا كان النور قطع، معلش على الضلمه دي والله في الريسبشن هنا، اسفه. هنا كان الكهرباء كانت قطعت عليا، تمام. هنا بقى الصاله، بصوا الصاله عامله ازاي. قلت بقى ايه اكنسها كده كنسه كده على السريع برضو، والله انا بخلص كده بسرعه عشان الحق اعمل الغدا، عشان هما بيجوا من المدرسة والحضانة جعانين اكملنا. مش عارفة العيال بتضحك عليهم ياكلوا السندوتشات منهم والله. وساعات لا، وساعات محمد بصراحة بيجيب السندوتشات معاه، يعني ساعات ما بياكلهاش. انا اكملنا عند محمد مصموم شوية وفي الاكل، واكلته ضعيفة جدا، بس لما بيجي بقى بيبقى جعان، ما بيحبش السندوتشات قد كده يعني. هنا وانا بكنس لقيت الدبلة بتاعتي دي كنت بدور عليها، الدبلة دهب صيني مش دهب يعني. كانوا عيال الله يبارك لهم كانوا مضيعينها، كل لما بيشوفوني لابسه حاجه لازم يقلعوها لي وياخدوها ويلبسوها. المهم هنا بقى كنت عماله بكنس بسرعه وخايفه، وعماله اقول يا رب يا رب ما يجوا دلوقتي، يا رب يتاخروا شويه، يا رب يتاخروا شويه، يا رب ما يجوا دلوقتي. عشان ايه؟ خايفه عشان خاطر العيال، مش عارفه العيال دي مربيالي رعب ولا ايه. يا نهار ابيض على اللي طلع من الشقه. بصوا قد ايه كل دي زباله. المهم هنا لميت الزباله كده بقى، وقلت ايه اسيق بقى ايه السيراميك اللي باين ده، امسحه كده. وحاطه طبعا بقى معطر ريحته جميله قوي 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 بصراحه، ريحته حلوه قوي اللي في الجردل ده، مات التسييق جميله جدا.
هنا بقى كنت خلاص قربت اخلص، وكان فاضل لنا بقى حاجات بسيطة، وقلت همسح بقى من عند الفليزر كده، والعربية دي بتاعت العيال دي. العربية دي ورا ورايا، انا متضايقة منها، ده انا عمالة اقول يا رب تتكسر بقى ونخلص منها. مضايقة، بيحطوها لي في اي حتة وانا بزهق منها. هو مكسرينها اصلا، مدغدغينها كمان. هنا بقى بعد الستائر اللي انا علقت الستارة التقيلة دي، جميلة جدا. بصوا شكلها حلو قوي، هي في الحقيقة على فكرة جميلة، في التصوير مش قد كده. قلت هنا بقى لمع النيش كده، امسحه وانضفه. تمام كده، الدنيا بقت فل الفل، ومية مية، وعشرة على عشرة. تمام، احنا كده قربنا نخلص. هنا انا بوريكم الستاره، باكد لكم عليها جميله جدا. هنا كنت لقيت 6 جنيه وانا بلم الزباله. لقيت 6 جنيه، معرفش كانوا فين. وقلت بقى الم الكراكيب اللي على اللي على الرخامه دي. كانت حاجات كتيره كده، قلت اشيلها كده وانفض المفرش. قلت بقى امسحها بقى مسحه حلوه كده الرخامه، عشان ايه؟ الدنيا يبقى فاضل لنا المطبخ وخلاص. وخلاص، انا كده، انا على فكره انا بكلمكم وبعمل اللي انا بعمله ده، والغسيل شغال. كل ما دور يخلص اقوم حاطه دور بعده. هنا بقى منظر المطبخ، استغفر الله العظيم يا رب. هنا كان فيه عيش كده ناشف، يعني قديم يعني، قلت اشيله. نشرته في البلكونه. وهنا الرخامه بقى قلت انزل التراب والرده والحاجات اللي عليها ديت قبل ما تتغسل على الارض، عشان لقيت المية كانت قطعة، فما عرفتش اغسل المواعين. قلت يعني المفروض ابدأ بالمواعين الاول، بس قلت بقى ايه المواعين وبعدين الارض اعملها والكلام ده. فالمهم قلت لا، وانا استنى لما المية تيجي. فقلت ايه امسح الرخامة كده، انزل الحاجة اللي عليها، وامسح ايه البوتاجاز مسحة كده، والحاجة اللي عليه تنزل على الارض. تمام، قلت بقى اكنس الارضية وايه واسيقها على طول. كانت برضو لسه الكهرباء لحد حالا قطعة، والمية كانت قطعة والمية قطعت عليا برضو، معرفتش اغسل المواعين في الاول. وقفت بقى الفيديو كده وقلت لحد ما المية تيجي، هقوم بقى ايه غسلة المواعين، تكون حتى الكهرباء جايه. فالمهم بقى هنا فرشت كده الايه المطبخ كده، هو ظبطته. كان فاضل بس المواعين. هنا بقى الكهرباء كانت جيت والمية كانت جيت، قلت يلا بسرعة اجري على المواعين. قلت بقى اغسل المواعين ديت، قلت اغسل الكوبايات الاول، وده المصفيات الحاجات البلاستيك دي. على فكرة دي خاصلة فيا، لازم اغسل الكوبايات الاول، مش اي حاجة كده لازم نغسلها. لا، الغسيل برضو فيه ترتيب، وحياتنا كلها فيها ترتيب، وكل حاجة ليها ترتيب. يعني مش عك وليس كله كويس، لا مفيش الكلام ده. احنا عندنا كل حاجة بالترتيب. انا حتى ايه بعلم فيهم هنا النظام، ما هما مش بيتعلموا بصراحة، ما بيتعلموش. هنا طبعا بقى بغسل المواعين، وكنت مولعة على شوية رز كده، رز مدسوس. ولعت برضو على الطبيخ وكده. لما الكهرباء بقى كانت قطعت والمية قطعت كمان، وانا كان فاضلي المواعين بس، فعملتهم. وانا كان عندي جردل كده عاملاه احتياطي، ملياه احتياطي كده لايه لما المية بتقطع، بعمل منه مثلا لو في حاجة ضروري، يعني زي مثلا الاكل والكلام ده، وانا مضطرة ان انا اعمل غدا والوقت مثلا ما يسمحش معايا في المية والكهرباء قاطعين عليا ولا كده، يعني اي حاجة منهم يعني. المهم ولعت بقى عليهم. ولازم على فكرة انتوا لازم كمان تعملوا كده، يعني مش انا لوحدي، وناس كتير بتعمل كده برضو. يعني ايه لما يبقى فيه جردل مليان عندك كده احتياطي في مية والكلام ده، ده بيبقى كويس كويس جدا كمان، وبينفع والله والله بينفع. هنا بقى انا كنت عمالة اقول يا رب المية ما تقطع تاني، يا رب المية ما تقطع تاني، وكنت خايفة لا تقطع عليا بصراحة قبل ما اخلص. وبرضو لحد هنا كان فاضل بالظبط نص ساعة او ساعة الا ربع، والعيال هتيجي من مدارس والحضانة.
فلما بيجوا بصراحة بيهمدوني جدا والله. ادعوا يا جماعة لعيالنا ديت ربنا يهديها بجد. ادعوا لنا كده ربنا يهديهم ويهدي ولادكم كده ويشفيهم ويشفي كل عيان ويشفي كل مريض ويصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين يا رب. ويرزق يا رب اللي ربنا مش رزقه بخلفة ربنا يرزقه بخلفة يا رب، او يرزقها بخلفة، ويعطي الكل مشتاق يا رب يا رب. وادعوا من ربنا كده طول ما انتوا قاعدين يا جماعة. لازم نستغفر ولازم ندعي ربنا ولازم نصلي ونعبد ربنا يعني. وخلي ذكر الله على لساننا على طول. لازم ذكر الله ده على لساننا على طول. يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كده يعني. دايما كده ذكر الله على لساننا. طول ما انت فاكرة ربنا طبعا فاكرنا. يعني طول ما انت فاكرة ربنا فاكرك، او طول ما انت فاكر ربنا فاكرك. يا جماعة والله العظيم يعني مش احنا، انا عايزة اقول لكم حاجة بس. مش احنا بني ادمين لما يبقى نفسنا في حاجة احنا بنرجع لمين؟ بنرجع لله، بنرجع لربنا، بنقول له يا رب يا رب ادينا، يا رب احنا نفسنا، يا رب اشفينا، يا رب يا رب نفسنا في كذا، يا رب يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب كذا. صح. دايما بنرجع لربنا. فدايما إيه طالما ما انت بتبقي نفسك في حاجة وبتطلبي من ربنا وبتترجى من ربنا ان هو يعملها لك، لازم نصلي له. ربنا طالب مننا ايه؟ ربنا مش طالب مننا حاجة غير حاجة واحدة بس، نسجد له. نسجد لربنا. انا بقول لكم الكلام ده والله العظيم كاخواتي، وعارفة طبعا ان انتوا كلكم بتحبوا ربنا وبتسجدوا له والكلام ده. بس في ناس بتقاطع في الصلاة. في ناس ذكر الله ده مش على لسانها على طول، ده لازم كل يوم على قد ما تقدري، على قد ما تقدر. يا رب اكون سبب كده في حد كده ان هو يعني يسمع كلامي ده بنصيحة او اخوية. وانتوا عارفين ان انا والله العظيم قبل اي حاجة انا بتكلم معاكم كاخواتي، وان انا اختكم الصغيرة، اختكم الكبيرة بقى زي ما تحبوا يعني. وهنا خلاص نرجع بقى لموضوعنا تاني. هنا كده كنت بقى ايه قربت خلصت المواعين. وهنا الكاتل برضو لقيته كده مغير كده من بره، وقلت بقى اغسله من جوه من بره كده. شايفين بقى شكله بيلمع وحلو ازاي. دي نهايه المطبخ بقى بعد ما خلصت. يا رب يكون النهارده فيديو كده عجبكم يا حبايب قلبي، واقدم لكم بقى الغدا بتاعي اهوت. ولو انت وصلت لحد هنا ما تنسونيش في الاشتراك والكومنت حلو ده، واحده من قلبكم. سلام.